الاستبداد. فدائما عندما يوجد الاستبداد تكون ردة فعل الناس هي واحدة من 4 أو 5 حالات. الحالة الأولى إما أن يثوروا، وهذه الحالة حالة الثورة ضد الاستبداد حصلت في تاريخ الأمة، ابتداء من ثورة الإمام الحسين، ثم ثورة عبد الله بن الزبير، ثم ثورة ابن الأشعث والقراء، ثم ظهر الخوارج. فالثورة يمكن أن تكون يعني حالة من حالات الاستجابة للاستبداد. الحالة الأخرى هي الرفض، ولكن مع عدم قدرة على الثورة، وهذه وجدت عند يعني حتى من زمن معاوية لدى كثير من الصحابة، ولعل منهم ابن عباس وغيره بعد ذلك، وحتى أيضا وجدت عند الإمام جابر بن زيد من التابعين، والحسن البصري وأبي حنيفة والإمام سفيان الثوري الذي سأله رجل قال له إني أخيط للظلمة فهل أنا من أعوانهم؟ قال لا، بل أنت منهم، الذي يعطيك الإبرة من أعوانهم. هذه فئة. الفئة الأخرى هي الفئة التي آمنت بما يسميه محمد عبد الجابر مبدأ الأمر الواقع، وهؤلاء لعلهم يعني أغلب علماء مدرسة أهل السنة، يعني هم قالوا بأنه يجب على الأمة أن تتكيف مع هذا الوضع. وهناك مقولة تنسب إلى المالكية بأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته. فئة أخرى أيضا أو حالة أخرى من حالات الاستجابة للاستبداد أنا تحت مفهوم الطاعة. مفهوم الطاعة. أيوة، وطبعا هذا مفهوم الطاعة يمكن أن نتحدث كيف تسرب إلى الأمة، لأنه في الحقيقة لا ينتمي لا إلى بيئة العرب ولا إلى قيم الإسلام العليا، طبعا في حدود خارجة عن الحدود المقبولة. حالة أخرى من حالات الاستجابة للاستبداد هي الانسحاب، وهذا ما قامت به حركات التصوف، تنسحب وتنعزل وتبتعد عن إذن حركات ثائرة. نعم. رافضة لهذه المسألة. نعم. حركات مؤمنة بالأمر الواقع. نعم. ومشرعنة له فيما